هذا البرنامج بدعم من منظمة ناز لتطوير شؤون المرأة والطفل، وبالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة خاصة لنسلط الضوء على دور المكونات في الانتخابات العراقية لعام 2025، ولماذا يعد صوتهم ضمانا حقيقيا للتنوع والعدالة في عراقنا العزيز. يسعدنا أن نستضيف الأستاذ سربست مصطفى رشيد أميدي، الرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات. أهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم. أهلا بكم وبجميع المشاهدين، وشكرا للاستضافة ست نيفين. كثير من أبناء الأقليات يتساءلون: نحن مكون صغير، فهل لأصواتنا تأثير حقيقي في النتائج؟ بالتأكيد المشاركة ليست قضية عدد، بل قضية تمثيل وعدالة. صوت المكونات يحفظ وجودهم ويمنع تمثيلهم من قبل غيرهم. حين تصوت فأنت تقول نحن موجودون ونشارك في القرار. أما العزوف عن التصويت فهو يترك الآخرين يقررون عنك ويضعف حضور مجتمعك داخل مؤسسات الدولة. أستاذ سربست، لو نوضح لمشاهدينا الخطوات البسيطة لعملية التصويت في يوم الاقتراع. العملية باختصار شديد تتكون من 4 خطوات. أولاً، تذهب إلى مركز الاقتراع المخصص لك مستصحباً معك البطاقة البايومترية. ثانياً، تبرز بطاقتك البايومترية للموظف المسؤول لغرض التحقق الدقيق وباستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، ومن ثم يتم قراءة الQR للورقة. ثالثاً، تستلم الورقة وتدخل إلى الكابينة السرية وتختار قائمة انتخابية مع أحد المرشحين باستخدام القلم المخصص لذلك. رابعاً، تضع ورقة الاقتراع وبشكل مقلوب في جهاز الاقتراع والعد والفرز الإلكتروني. بدون غمس الإصبع بالحبر؟ نعم، دون غمس الإصبع بالحبر، وهذا يعد تطوراً مميزاً في هذه الانتخابات. هناك من يقلق من احتمال التلاعب أو التزوير، فما الإجراءات المتوفرة لضمان النزاهة؟ المفوضية وضعت إجراءات رقابية صارمة لضمان النزاهة، من بينها استخدام نظام البصمة البايومترية وجهاز العد والفرز الإلكتروني، وأيضا التحقق من الناخب من خلال البطاقة. كل صوت يحتسب ويصان، وهذه هي مسؤولية المفوضية أمام الشعب. شكرا جزيلا أستاذ سربست على هذه المعلومات القيمة. أعزائي المشاهدين، إن العراق وطن التنوع، وصوت المكونات هو الضمانة الحقيقية لاستمرار هذا التنوع وعدالته. تذكروا دائما: بمشاركتكم لا يستثنى أحد، ومع صوتكم يبنى عراقا يحتضن الجميع. معا نشارك، معا نصنع المستقبل.